السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية فضلا وليس أمرا، نبدأ بالصلاة على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حبيبي، بداية وهسمعك بالفيديو ده اللي عمرك ما سمعته، وثق تماما إن شاء الله، إن شاء الله، زملكاوي أهلاوي مهما يكون انتمائك، أحطك على أول الطريق. ما تستغربش، أنا عامل لك ميكس، يعني الفيديو ده ميكس، اللي أنت عاوز تسمعه كله راح تسمعه بالفيديو ده، تمام؟ وأكون متفق من بداية. قلت لك أنا الحمد لله رب العالمين مش عامل قناة للتربح، أنا زملكاوي بطلع بوصل صوتي بس، يعني أما أطلب المشاركة بالقناة مش الحمد لله رب العالمين واللايك مش عشان حاجة، بس عشان يوصل صوتنا للناس. حبيب قلبي، بداية أنا بحسد، يعني بصراحة بحسد أي زملكاوي، مش بشكك بزملكاوية حد، بحسد أي زملكاوي امبارح طلع عمل فيديو، يعني الماتش لسه شغاله 30 ثانية وبيعمل فيديو ويقول إنه منها. يا جدعان أنا لغاية الآن مش هكذب عليك، لغاية الآن ما أكلتش، والله أكل ما أكلت، تمام؟ عشان أعمل الفيديو ده ماخد 3 حبايات صداع، ماخد 3 حبايات صداع. هقول لك سريعا ايه اللي صابني قبل الماتش عشان اخش لك دلوقتي، هخش لك مفترق طرق، هفرمط لك كل اللي حصل بمصر ده بالكره المصريه كلها، هفرمط لك اياها دلوقتي بالفيديو ده. انا قبل الماتش بربع ساعه انا كان عندي احلام جميله جدا، لغايه ما ابني كلمني بالتليفون قال لي يا بابا انا مش عارف، قبلها بربع ساعه، صدق او لا تصدق، انت مش ربي هتحاسبني، انت مش ربي هتحاسبني. فلت عليا الدموع، فلت عليا العياط، والحمد لله ده نعمه ربنا ان فلت عليا العياط قبل الماتش بربع ساعه، معرفش ليه، هتسالني ليه انا معرفش. يلا بينا نخش بقى، راح اسمعك اللي ما سمعتوش بالاعلام. من فتره كده، من فتره كان في اغنيه اسمها شيماء، فاكرينها؟ اللي واد بغني لبطه وما بطه، فواحد بيقول لي، فانا طبعا ملقب بالاردني بما اني تربيت بالاردن وعشت طول حياتي بالاردن، فواحد صاحبي بيقول لي يا اردني، قلت له اه، قال لي الاغنيه دي جايبه 50 مليون مشاهده. قلت له ده ان دل على حاجه يدل على جهل هذا الشعب، ان دل على حاجه يدل على هذا الجهل. وللاسف الولد اللي عملها بقى يطلع بالاستديوهات وشيماء والبط وكده، يعني ما علينا. ده ان دل على شيء اللي قلت لك. هتقول لي انت ضربت المثل ده ليه؟ اقول لك ليه ضربت لك المثل ده. لاسلام مهدي، لاسلام مهدي. وللاسف امبارح فين اما فوقت بالليل ببص لقيت 190 الف مشاهده. شوف حاجه ترجع، يعني حاجه تشوفها ترجع. اقول لك ليه بترجع، تخليك ترجع، يعني انت تتقيأ، تمام؟ ما علينا. في عندي صديقتي على الفيسبوك، انا امبارح قبل ما اخش عليك، قبل ما اخش بالبدايات اكمل لك الباقي، كتبت على صفحتي عباره على الفيسبوك قبل الماتش بربع ساعه، كتبت، حطيت صوره نادي الزمالك وكتبت عليها ايه: حتى لو متم واصبحتم عظاما لنبشنا عليكم التراب وشجعنا حتى الرفات، عشان اجيب لك من الاخر. طيب، واحد، كل التحيه، كل التحيه لجماهير نادي الزمالك. جماهير نادي الزمالك، جماهير نادي الزمالك عملت امبارح مشهد ما حصلش بالدول العربيه كلها، مش بمصر، مش بمصر، بالدول العربيه كلها. انا عاوزك ترجع لكاميرا الاون سبورت دي، قناه، بديش اقول لك قناه ايه. شوف اما جماهير الزمالك فضت بالملعب وندهت على اللعيبه ازاي، جمهور الاهلي كله سكت. هات الصوره عليهم، هات اللقطه، كله سكت، سكت، ما نطقش.
كما انت عظيم يا جمهور الزمالك. طبعا اللقطه دي كلنا متفقين ما بتحصلش الا باوروبا، ما بتحصلش الا باوروبا. جمهور الزمالك دايما السباق يا ابني. بص انا اقول لك حاجه، امبارح الماتش ده للواعيين، انا بناقش العاقلين بالماتش ده، بناقش بالفيديو ده، بناقش العقال بس، العقلاء. الماتش ده امبارح اتفضحتوا. كيف اتفضحتوا؟ اقول لك كيف اتفضحتوا. ده انت دافع المليارات وصارف كل ده عشان تكسب الزمالك. كم انت عظيم يا زمالك، اذا انت صارف كل المصاريف دي عشان تغلبني، كم انت عظيم يا زمالك. يا اخي ده انتوا قلتوا خلاص دي بدايه النهايه للزمالك. الزمالك ده هيبقى زي الاسماعيلي والمنافسه بينه وبين بيراميدز. تمام. كم انت عظيم يا زمالك، كم انت عظيم يا زمالك. اما تركاله بالاعلام والدنيا والمليارات، المليارات دي كلها مدفوعه عشان تغلبني ماتش، عشان تغلبني. مش مشكله، اقول لك ما زعلتش، لا ده انا زعلان ومفروس ومسطوح. تمام، مش مشكله. بس انا اقول لك حاجه، افكرك بحاجه. فايلر ده اللي انت بتحكي فيه شعر لغايه الان اللي سيد عبد الحفيظ بيطلع فيه لغايه الان يقول لك افضل مدرب جالنا فايلر، احنا دبينك 3 مع فايلر ده. كنت انت واخد دبينك 3 مش مشكله. فماتش القمه ملوش حسابات عشان اروح. بص بقى، كان صديقتي على الفيسبوك دايما تكتب ايه الجهلويه، فما بكتب لا مش كده يعني، بالراحه بقى، مش كل حاجه جهلويه تكتب على الاهلاويه تقول لك الجهلويه. انا يا صديقتي اسف ليكي، انت طلعت على حق، انت صح وانا غلط. ده انت كلمه جهلويه اما تقول عليهم جهلاوي قليله. اجي لك ليه؟ اروح بقى لمين؟ لسهام صالح. استاذه سهام، ده انا سمعت يعني لما سمعت سيرتك الذاتيه، دارسه مش عارفه اقتصاد ودارسه اعلام ومش عارف ابصر ايه، ده ونائبه ابصر ايه. ما هي كوسه، هي البلد كوسه. فمش عارف، قلت بسم الله ما شاء الله. امبارح بقى اكتشفت انه الفهمان فيكو جاهل. الفهمان فيكو ده المتعلمه، دي اللي متعلمه طلعت جهلويه. انت بقى يا استاذه سهام تروح تعملي عرض ازياء، خدي مني، تنفعي عرض ازياء موديل، تعملي موديل كده يعني. تمام يا رجاله، الناس دي كانت على كل المواعيد، من بدايه الموسم، من السيزون الثاني او قبل السيزون الثاني، وانتوا هاجمتوا الخطيب وهاجمتوا مجالس الاداره وهاجمتوا ايه ده يا عم، ونشرتوا وغسيل كل وسخ ودي. وبالاخر يا اولاد الذين امنوا كانه شيء لم يكن، كانكم حققتوا بطوله افريقيا وحققتوا مركز متقدم من كاس العالم. يا اولاد الذين، ده انتوا دفعتوا مليار ونص، ده غير اللي بتدفعوه للي قاعدين ببيوتهم. والكوا يا جهلويه، ده انتوا دافعين مليار ونص، وغير اللي بتدفعوه دولارات للعيبه بتلعب بانديه تانية، عشان كنتوا قال هدفكم ايه؟ هدفنا كاس العالم. رحتوا كاس العالم زي ما رحتوا زي ما جيتوا. بعديها ايه؟ ابطال افريقيا، طلعتوا من افريقيا وتدبكوا الترجي هنا وهناك. تمام. كاس مصر يا اولاد الذين طلعتوا من الاتصالات، والكوا ده انا هرجع لكم بالفيديو ده. الاتصالات، المصرية الاتصالات روحتكم، احترام للمصرية روحتكم من كاس مصر دوري. تمام. طبعا استحالة، طبعا انا عارف انت بتستنى بايه. والكابتن معتمد انا جاي لك، خلي بالك من النقطة دي.
الزمالك يخلي باله من النقطه دي. هم دلوقتي مصلحتهم انك انت اللي تقع مش بيراميدز، لان هم عارفين انه استحاله بيراميدز يقع بماتشين او انت توقع بماتشين. ليه؟ اقول لك ليه. عشان لو بيراميدز وقع بماتش وكسب ماتش وهم كسبوا الماتشين بتوعهم وانت كسبت الماتشين بتوعك كزمالك، انت بطل دولي. افهم بقى، انت بطل دولي. مش من مصلحتهم انه بيراميدز اللي يوقع، لانه بيراميدز استحاله يوقع بماتشين. خليه يا اخي بده يوقع بماتش مثلا، تمام، هيساوي معهم بالنقاط، فهيفضل هو ايه؟ بالافضليه، بالمواجهات المباشره، فليه الافضليه. تمام. فهو من مصلحته انك توقع انت بماتش. ليه بقى؟ عشان يلعب افريقيا. عشان يلعب ايه؟ افريقيا. انت بقى تحرمه من كل ده. احنا بقى رجاله، بديش اطلب، انا بتلفظش اي لفظ خارج وبدي كل حد حقه. ما تلعبوش اي حاجه. احرموا من حنان الام. احرموا من حنان الام. سموحه، مين سموحه ومين دي؟ يا جدعان، يا جدعان، عندي 55 سنه، اقسم بالله لو انا امبارح لسجل فيهم. دي فرقه واعيه، فرقه كسر، فرقه كسر. للدقيقه 17 رجليهم بتخبط ببعض. بس اقول لك ايه، الله يسامحك يا ناصر منسي، الله يسامحك يا ناصر منسي. رجليهم بتخبط ببعض، مش هاجمين عليك هجمه يا راجل. يا راجل هم مسجلين فيه جولين من حسام عبد المجيد، الجهبذ حسام عبد المجيد. جاي لك جاي لك. تمام. فعملوا كل ده عشان ده، فانت تحرمهم ايه بقى؟ احرمهم من حنان الام. فاهم ايه تحرمهم من حنان الام؟ مالكش دعوه فيهم، مالكش دعوه ببيراميدز، مالكش دعوه بحد. يا ابني امسك سموحه دبها واطلع الكونفدراليه وارجع كده، خد القسط الجميل وجمهورك معاك. هتلاقي جمهور زي ده فين بالعالم؟ بالعالم العربي، الوطن العربي كله ده مش هتلاقي جمهور زي ده. زي الجمهور ده مش هتلاقي. جمهورك في ظهرك، جمهورك في ظهرك. دب سموحه واطلع ان شاء الله، العب ماتشك الجميل وتعالى هنا نحتفل بالكونفدراليه ان شاء الله باذن الله على اتحاد العاصمه. وبعد كده نفوق لماتش مين؟ سيراميكا. وحذرك من حاجه، حذرك من حاجه. ايه اللي هيتم دلوقتي؟ مكافآت للعيب سموحه من تحت الترابيزه. ده فرج عامر يعني، كلنا عارفين انتمائه ايه. تمام. خد الماتش الاخر، تحسب حساباتك لديه. جون ادوارد، معتمد جمال، ابراهيم صلاح، اللعيبه اللي شدنا فيكم، تاخدوا بالكم من النقطه دي. هيصير في مكافآت من تحت الترابيزه لسموحه. فرج عامر وما ادراك ما فرج عامر واهلاويته. روح على الناحيه الثانيه، سيراميكا. سيراميكا ده تلتين لعيبتها اهلاويه. ده النادي الثاني، هم بيسموه النادي الثاني ده سيراميكا. يعني هيقاتل علي ماهر لصالحهم. فاهم؟ يعني علي ماهر اللي اتدب امبارح، خاف على عينه من المصري، من عماد النحاس اللي انت جلده 4. تمام. هيبقى معاك برشلونه. حط براسك، ركز بالمعلومات دي. والله ما هتلاقي واحد عامل لك اللي طالع يشتم على الزمالك واللي طالع يعمل لك ايه زي الزمالك. انا ما بحبش القصص دي يا ابني. خليك واقعي، خليك عقلاني. تمام. بقى مين؟ نيجي لسيف زاهر. سيف زاهر وقناه اون سبورت. ايه الجمال ده يا عم؟ انت امبارح ما كنتش عاوز تقفل القناه. انت عارف لما الزمالك يكون كسبان ويجي يا راجل يا راجل، لما الزمالك يكون كسبان انت اللي بيجي بده يتكلم بس فاصل ونرجع وفاصل وتسكر وبارك الله ولم. انت امبارح عاوز تعملها مهرجان للصبح، عاوز تعملها مهرجان للصبح. تحيه الكابتن حازم امام، قال كلمتين عجبوني قوي. تحيه الكابتن ايمن يونس. حازم امام قال له لحسام غالي، قال له التاريخ مش هيكتب انك انت غلبتني 26، التاريخ هيقول مين كان بطل الدوري ولسه الدوري بالملعب. عجبني الكابتن حازم، مع انه بيقولها من حقه يعني، هو بيقولها وهو محروق وحقه. تمام. اجي لك بقى عشان مش عاوز اطول عليك اكتر من كده. انا قلت لك انا عامل لك ميكس، الفيديو ده ميكس. سيف زاهر
وقلت لك فرج عامر وسموحه ايه، تمام. وقلت لك دلوقتي انا من زمان عارف الزمالك كم هو كبير، لكن الان بثبت لك كم هو الزمالك كم هو كبير، كم هو كبير يا ابني. اينما تذهب السهام، اينما تذهب السهام تطلق السهام، اعرف انه الحق. ما دام السهام كلها مسلطه عليك انت على الحق. يا امي هتقول لي مش تعبان، يعني انت مش همك الخساره؟ ايه اللي مش هم الخساره يا راجل؟ قلت لك خلاص، انا قلت لك اللي حصل معايا. هنا نيجي بقى للكابتن معتمد جمال. كابتن معتمد كلنا بنحبك، كلنا بنحبك، انت شخص محترم ومدرب كفء. وفي واحد مش عارف اسمه محمد ايه طالع يقول لك ده مدرب ملط. ايه قلت لك ايه العبط ده يا ابني؟ انت يا ابني احنا معناش فلوس، يا ابني احنا معناش فلوس. انت هتجيب جوارديولا تقول ده مدرب ملط؟ يا عم هو ملط، احنا عاوزينه ملط. انا بقول لك مفيش زملكاوي اللي عاوز معتمد جمال، لكن في عتاب على الكابتن معتمد. بص يا كابتن معتمد، وانا صغير انا عارف انك انت لعيب كوره وما كملتش والاصابه بعدك، وعشان كده انا متفائل لك خير، هتعوض اللي انت ما كملتوش من الملاعب هتكمله بالتدريب، انا دي حاسسها. وانا صغير كان يدربني مدرب الماني، كنت العب راس حرب وانا كنت عيل شايب الكوره، مش بشكر بنفسي، فكنت احب ضربات الجزاء قوي والضربات الثابته. المدرب ده كان يعلمنا ان كل 2 كورنر، كل ركنيتين، يعني كل ركنيتين تمام واخد جزاء، لغايه انه حببني ازاي اصير التحم واخش بيه. فكابتن معتمد انت الكرات الثابته عندك ميح خالص، ميح خالص، ومع انه اللي بينفذها لاعب كبير قوي زي عبد الله السعيد. انت لاعب 14 كورنر على ام بي، 14 كورنر على ام بي، ما بتستغلوش الحاجات دي ليه؟ ما عندكاش متخصص كرات ثابته، ما عندكاش، انا شايف ان انت ما عندكاش متخصص. فين الكلام ده؟ 14 الكورنر يا راجل على ام بي، ده اديهم لفريق، ادي 5 ركنيات بس لفريق من شمال افريقيا وشوف هيعمل لك فيهم ايه، او الاردن، المنتخب الاردني، شوف هيعمل لك فيهم ايه، او فريق اردني اديله 5 ركنيات بس. انا بكلمك كرة قدم. كابتن معتمد كان الله بالعون، انت كنت فعلا ماسك الماتش، وكانوا هم رجليهم بتخبط للدقيقه 17، اقسم بالله كانت رجليهم بتخبط ببعض. إيه اقول لك مش هحملك بص، لكن في لقطه حصلت، يعني عيل يا كابتن معتمد ما يعملهاش، عيل صغير، انا اسف انا بحبك جدا بس عيل صغير ما يعملهاش. ناصر منسي سمحه الله هو اللي ادى نقطه التحول، تمام. جه بقى مين كمل علينا؟ مين؟ حسام عبد المجيد. هم اللي ادالهم، هم ما بنوش هجمه، ما بنوش هجمه، هم الكورتين منك جابوهم فيك. يشيء السميع العليم يا راجل، ده انت لسه بالدقيقه 7 من الشوط الثاني تاخد ركله جزاء، تمام. تاخد ايه؟ ركله جزاء. دخل حسام عبد المجيد يشوتها يا راجل، لاعب مسلم جولين، لاعب مسلم هدفين سببه بأسوأ حالاته يا راجل. ده انا اشدت فيك ساعه محمد السيد عمل بماتش انبي الاولاني ضربه الجزاء وقام تسحبه على طول. حسام عبد المجيد كان يتسحب على طول، يتسحب يخش محمد اسماعيل، دخل محمد ابراهيم بكرايت، دخل محمد ابراهيم، دخل محمد اسماعيل جنب. اقسم بالله لو انا لاسحب حسام عبد المجيد مش يومه، مش يومه، ده الف بيه بتخليه يشوط ركله جزاء، بتخليه يشوط ركله جزاء يا راجل. ده كانت نقطه تحول. ده انت بص على وجوه لعيبه الاهلي وشوشهم اما جت ركله الجزاء. وبعدين في حاجه اضيفها لك، مش ملاحظين يا رجاله ان كل حكم اجنبي يجي في ركله جزاء على الاهلي؟ يا جدعان اللي بيهاجموا التحكيم المصري ب20 مباراه، يا اولاد الذين ب20 مباراه بالدوري المصري ركله جزاء ومع حكام اجانب 4 ماتشات 3 ركلات جزاء، ده بيعني لك ايه؟ ده بيعني لك ايه؟
مش هقول لك انا اقعد افتي لك ايه، لانه في ناس فاتت تقول لك انت ما دخلتش بزياره ناحيه اليمين ليه؟ لا، الناس دي كانت قبلها بيوم انا سامعها كانت تقول لك اعمل تبديل عشان كوك. ما علينا، خلاص اللي عدى عدى. قدامنا ماتشين، طولت على الناس كتير بالفيديو. قدامنا ماتشين بالفيديو، تمام؟ استغفر الله العظيم، والله مشيتوا دماغي. قدامنا ماتشين بالدوري، ولا تنظر حولك، ما تبصش حولك، تنظرش حولك ابدا كده. دوس عليهم، ده طوب الارض، طوب الارض داس عليهم، داس على وشهم طوب الارض. فرقه المليار ونص طوب الارض، ولاد فضحونا بره وجوه، بره وجوه، فضحونا بره وجوه. وبقول لك ايه اللي امبارح طالعين، ايه ده ايه ده ايه التطبيل ده؟ ايه نسيتوا؟ ده انتوا شتمتوا الخطيب بامه وشتمتوا الهي واحمد دياب. ثروت سويلم، شفت الزمالك، جمهور الزمالك عمل ايه امبارح؟ ما شتمش لا بأم ولا شتم بعرض ولا رمى ازايز بالملعب. السيد وزير الرياضه جوهر نبيل، متفائلين فيك خير، متفائلين فيك خير، انت لاعب كوره، اعمل اللي يملي عليك ضميرك. رابطه اللاعبين دي ممكن يعملوا لنا قانون جديد دلوقتي، يشكلوا لهم قانون جديد، يفصلوا لهم قانون جديد على ايديهم. حبايبي ركزوا بالدوري، احرموهم. انت فوزك بالدوري هتحرم بطوله افريقيا، اراهنك، لان بيراميدز خلاص. حتى بيراميدز لو وقع ماتش، لو بيراميدز يا ابني، لو بيراميدز وقع ماتش، لو بيراميدز خلي بيراميدز وقع ماتش، هيكسب التاني، هيلعب افريقيا. انت بفوزك هتحرم بطوله افريقيا. وحبايبي، واتمنى انكم تسامحوني ان طولت عليكم الفيديو شويه، بس انا عملت لك ميكس لان انا مغلول من جوايا. ايه الانحطاط ده؟ ايه الانحطاط ده؟ واحنا وراكم يا رجاله باذن الله، باسكندريه وراكم، وباسوان وراكم، وبكل الدنيا وراكم. والدوري يا زمالك، الدوري يا زمالك، ده شعارنا. انت خذ الدوري، انت حرمتهم من افريقيا. الوحيد اللي بقولها لك انا العبد لله، خذ الدوري، انت هتحرمهم من افريقيا. بيراميدز مش هيوقع ماتشين، بس انت لو وقعت ماتش هم هيركبوا عليك بالمواجهات المباشره. تمام يا معلم؟ خليك ناصح. وحبيبي لو عجبك الفيديو او شفتني راجل واضح معاك وبستاهل منك المشاركه بالقناه، ففضلا وليس امر المشاركه بالقناه وتعمل لايك الجميل. وحبيبي نجم.